أصدقاء قناة منتدى الأسرار، مرحبا بكم. كما تعودتوا بنا في كل مرة نجيب لكم آخر الأخبار والمستجدات في مجال الفن والسياسة والرياضة وغيره. والفيديو هذا موضوعه الفنانة نجلة التونسية، نجلة اللي تعديت في برنامج فكرة سامي الفهري مع المنشط الهادي زعيم، واللي كشف لها العديد من الأسرار الخطيرة والصادمة، ومن بينهم موضوع الصور اللي جبدلها عليهم وعرضهم لها في الحصة. والغريب انه نجلة ما نكرتش علاقتها بالتصاور هذوما، بل بالعكس اكدتهم وقالت اللي هما متاعها وما همش مركبين بالفوتوشوب، ولكنها في المقابل تنرفزت وتغشت برشا وفكتهم للهادي زعيم وقالت له ما عندكش الحق تكشفهم وتهبطهم للعموم. وهنا يتدخل الهادي زعيم ويضيف لها اللي تصاور هذوما هما لو كان يوصلوا للعموم يكونوا سبب في تحطيم كاريرها اللي عملاته الكل، وديجا تصاور هذوما هم اللي كانوا سبب في طردها من مصر، وما هوش موضوع الكليب والأحصان اللي حاولت تقنعنا بهم من قبل. وزاد الهادي زعيم فوق هذا قالها اللي اسمها الحقيقي هو حنان وما هوش نجلة التونسية، وما نعرفش علاش مخبياته، ولا على خاطر مخبية بيه زواجك العرفي في مصر اللي عمرك ما استعرفت بيه، وكنت ديما كيف يسألوك تقولي لي انت عرست 3 مرات برك، وهما في الحقيقة 4 مرات، وللزواج هذا العرفي تقريبا حتى واحد ما سمع بيه. هذا أصدقائي إذن الجانب المخفي من حياة المشاهير، واللي نحاولوا في كل مرة باش نكشفوه لكم باش تكونوا على بينة من حقيقتهم. ولو كان تحبوا ديما يوصلكم جديد ما تبخلوش علينا بلايك وابونمون وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما آخر أخبار من عنا. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.